يوم 28 مارس سنة 2009 وصل إيميل للقبطان فيليبس إن سفينة مارسيك ألاباما هتتحرك بقيادتك من ميناء صلالة في عمان إلى ميناء موفاسا بكينيا. وابتدى فيليبس إن هو يجهز أغراضه، ومراته وصلته لحد المطار. وفي الوقت ده في الصومال كان في زعيم بيستعبد الفقراء بإنهم ينزلوا البحر ويستولوا على السفن والمراكب، واللي كان من ضمنهم واحد اسمه موسى عبد الولي، اللي بدأ يختار فريق معاه يساعده في سرقة السفن والمراكب بالأسلحة الخفيفة. وبعدها بيوصل القبطان فيليبس لميناء صلالة في عمان، ولما بيبص بصة سريعة على السفينة بيلاقي عليها علم أمريكا، وده في حد ذاته يطمنه إن مفيش حد من القراصنة هيقدر يقرب له طول رحلته. ولما طلع السفينة المساعد بتاعه بدأ إن هو يشرح له كل حاجة عن الرحلة دي. ولما القبطان فيليبس عرف إن هو يعدي على الخليج الوحيد للصومال، قال للمساعد بتاعه مادام هتعدي على أفريقيا يبقى لازم نأمن نفسنا من هجوم القراصنة كويس. وفي تمام الساعة 3 اتحركت السفينة وبدأت الرحلة. وفي الوقت ده القراصنة كانت واقفة بمركبهم في البحر، وكان ظاهر على جهاز الرادار عندهم سفن كتيرة ومراكب حواليهم، لكن كل السفن كانت قريبة من بعضها، وبكده هيكون خطر إن هما يهجموا على واحدة منهم. لكن بعد شوية بيظهر سفينة واحدة بس ماشية بعيد عنهم، وهيكون سهل عليهم إنهم يسرقوها. وبتطلع إن السفينة دي هي سفينة مارسيك ألاباما. وكابتن فيليبس ما كانش مطمن لرحلته، وبدأ إن هو يقرأ عن القراصنة ويعرف أي معلومات عنهم، ولقى تحذير بيقول إن في قراصنة موجودين على الساحل الصومالي اللي هو يعدي عليه في رحلته. وعلشان يأمن نفسه طلب من المساعدين بتوعه إنهم يعرفوا كل الطاقم إن في أي وقت ممكن يحصل طوارئ. وابتدوا ان هم يجهزوا خراطيم الضخ اللي هيدافعوا بيها عن نفسهم في حالة لو حصل لهم اي هجوم. وكانت المفاجأة بعد دقايق ان طلع شك كابتن فيليبس في محله، لانه اكتشف على شاشة الرادار مركبين في الطريق ليهم، ولما طلع يبص عليهم بالمنظار اتأكد فعلا منهم. وعلى طول بيتصل بواحد من الطاقم وبيطلب منه ان هو يبلغ بقية الطاقم ان هم في اي وقت ممكن يتعرضوا لهجوم القراصنة. وفيليبس عشان يتأكد ان هم فعلا قراصنة بيلف المركب 5 درجات ناحية الشمال علشان يشوف هيمشوا وراه ولا لأ. وكانت الصدمة ليه لما لقى ان المركبين كمان غيروا اتجاههم، وفي الوقت ده اتأكد ان هم قراصنة وعرف ان حياتهم كلها ممكن تتعرض للخطر. وطلب من المساعد بتاعه ان هو يزود السرعة ويكلم طوارئ الملاحة الامريكية يطلب منهم استغاثة. لكن للأسف في الوقت ده الاتصال ما بيجمعش، وكابتن فيليبس طلب منه يتصل بمركز الملاحة البريطاني. ولما كلمهم وحكى لهم على اللي حصل ما لقاش اي رد فعل منهم، وعرفوه ان هو باين عندهم على الرادار ان المراكب اللي حواليه دي مجرد مراكب صيد. وبمنظار فيليبس قدر يعرف عددهم، وعرف كمان ان هم مسلحين، وما كانش قدامه غير ان هو يعتمد على نفسه لحد ما مركز الملاحة الامريكي يرد عليه. وطلب من المساعد بتاعه ان هو يزود السرعة اكتر. ولما القراصنة قربوا منهم وبقت المسافة بس 1 ميل، فيليبس جات له فكرة ذكية يعملها يمكن يخوفهم، ومثل ان هو بيتصل بطيارة حربية يطلب منها المساعدة من هجوم القراصنة عليه. وبعدها غير صوته ورد على نفسه وقال ان الطيارة الحربية هتكون عندك في اقل من 5 دقايق. وفي اجهزة الارسال اللي مع القراصنة في المركبين وفي السفينة الام قدر ان هم يسمعوا المكالمة وكانوا خايفين. وبعدها وقفت السفينة الام اللي كانت ماشية وراهم، ومركب من المركبين دي كانت خايفة ولفت ورجعت، وما كانش فاضل غير المركب اللي فيها موسى، لان اللي كانوا فيها اصلا ما كانوش خايفين على حياتهم وفضلوا مكملين ورا السفينة. وفي الوقت ده كانوا قربوا من السفينة اكتر، وما كانش بينهم وبين بعض غير ربع ميل، وما كانش قدام فيليبس غير ان هو يطلب منهم انهم يزودوا السرعة لاقصى درجة. وموسى هو كمان طلب من اللي معاه ان هم يزودوا السرعة علشان يلحقوا السفينة، بس لما عملوا كده الموتور اللي كان معاهم ما استحملش وعطل. ولما كابتن فيليبس اطمن ان هم بعدوا عنه شوية نزل للطاقم علشان يتكلم معاه، وعرفهم ان هم لحد دلوقتي محدش سائل فيهم، وان مفيش اي حل قدامهم غير ان هم يدافعوا عن نفسهم لحد ما يجيلهم الانقاذ. لكن الطاقم كان خايف ورفض، وعرفوا ان هم ناس مدنيين ما ينفعش ان هم يهاجموا ناس مسلحين من غير اي تدريب. وكابتن فيليبس كان متضايق من كلامهم وقال لهم اللي مش عاجبه كلامي يجيلي المكتب ويقدم استقالته، وانا هبعت اجيب له طياره مخصوص تيجي ترجعه لبلده. لكن طبعا الكل كان خايف على وظيفته وفضلوا ساكتين. وفي الوقت ده موسى كان كلم المركب الكبيره ورجعت خدته، بس كان مصر برضه ان هو يرجع للسفينه تاني. ولما طلب الموتور من المركب التانيه اللي سابتهم ورجعت، صاحبها ما كانش راضي ان هو يديله حاجه. لكن مع اول ضوء للنهار موسى بياخد المركب والموتور بتاعه وبيكمل ورا السفينه اللي هو كان مصمم ان هو يستولى عليها. ولما فيليبس بيشوفه بيضرب جرس الانذار وبيزود سرعة السفينة لأقصى درجة. واتصلوا تاني بالملاحة الأمريكية، والمرة دي الاتصال جمع وردوا عليهم. ولما فيليبس حكى لهم على اللي حصل من غير أي تفكير عرفوا إن هم مستعدين يحركوا الجيش بالكامل علشان ينقذوه. وبعدها موسى بيقدر يتواصل مع فيليبس بجهاز الإرسال اللي معاه، وبيطلب منه إن هو يوقف السفينة، لكن محدش بيرد عليه. وعشان يخوفهم بيضرب عليهم نار، لكن فيليبس بيأمرهم ان هم يفتحوا خراطيم الضخ
لأن ما كانش قدامه حاجة يدافع بقى عن نفسه غيرها. بس للأسف كان في خرطوم في وسط الخراطيم دي بيضخ المية بعيد عن السفينة، وموسى بيشوفه وبيقرر ان هو يطلع السفينة من المكان ده. ولما فيليبس جاب الشعلة الضوئية وحاول ان هو يخوفهم بيها، اكتشف ان هي مش هتجيب نتيجة معاهم، وما كانش قدامه غير ان هو يبعت كل الطاقم يستخبى في غرفة المحرك. وفي الوقت ده موسى بيقدر يشبك السلم على السفينة وبيطلعوا، وعلى طول بيروح غرفة القيادة وبيثبت فيليبس واللي معاه. وموسى بيعرفه ان هو مش تبع اي جماعة ارهابية، وان كل اللي يهمهم هو الفلوس، وعرفه ان هو لو اداله كل الفلوس اللي على السفينة مش هيأذي حد وهياخد الفلوس ويمشي. بس لما موسى بيعرف ان السفينة دي امريكية بيطمع اكتر وبيكون عايز ياخد مبلغ كبير جدا. ولما فيليبس قال له ان الخزنة فيها 30,000 دولار، موسى طبعا ما عجبوش الكلام ده وعرف ان هو عايز اكتر بكتير. وبعدها بياخد منه السماعة وبيتكلم في الميكروفون وبينده على باقي الطاقم علشان يطلع، وبيعرفهم ان هم لو ما طلعوش كل دقيقة هيقتل واحد من اللي معاه. ولما جهزوا اول واحد فيهم علشان يتقتل، فيليبس حاول يهدي موسى وعرفه ان الطريقة اللي بيعملها دي غلط، وبيعرفه ان دولته مستعدة تديله كل اللي هو عايزه، بس بشرط ان مفيش اي حد فيهم يتأذي. لكن برضه موسى ما كانش مطمن، وكان لازم يدور على كل اللي موجودين علشان يحطهم كلهم تحت عينه. وفيليبس بيشغل جهاز الارسال من غير ما موسى ياخد باله علشان يعرفوا ان هم نازلين يدوروا عليهم. بس لما بدأوا يتحركوا في السفينة بيكون الطاقم حاطط لهم ازاز في الارض، واحد منهم بيدوس عليه ورجله بتتقطع ومبيقدرش ان هو يكمل معاهم. وبعدها واحد من الطاقم بيفصل النور عن السفينة، وبعدها الرؤية بتكون صعبة على موسى وبيقدر الطاقم اللي موجود على السفينة يمسكه. وبعدها بيتصلوا بزمايله وبيعرفوهم ان هم مسكوا الزعيم بتاعهم، وطلبوا من موسى ان هو يكلمهم علشان يتأكدوا. وبعد كده فيليبس بيكلم موسى وقال له لو بتفكروا تمشوا من هنا افتكر ان المركب بتاعتك بعدت ومش هتقدر توصل لها. ولحد الوقت ده فيليبس كان اهم حاجة عنده هي حياة الطاقم اللي معاه، وعرفه ان هو ممكن يديله مركب النجاة الوحيدة اللي موجودة على السفينة وال30,000 دولار اللي موجودين بشرط ان هم يمشوا من هنا. وطبعا ما كانش قدام موسى في الوقت ده غير ان هو يوافق بالعرض. ولما جهزوا عوامة النجاة، القراصنة ما كانوش عارفين يشغلوها ازاي، وطلبوا من فيليبس ان هو يدخل يشغلها بنفسه، لكن باقي الطاقم كان رافض لانهم كانوا خايفين عليه. لكن فيليبس بيوافق لانه كان خايف على اي حد فيهم ان هو يتأذي. واول لما دخل معاهم العوامة وموسى راح لهم، غدروا بيه وضربوه ونزلوا بالعوامة البحر وفيليبس معاهم، وبكده بيكون معاهم رهينة يقدروا بها يطلبوا كل اللي هم عايزينه. وفي الوقت ده القوات البحرية الأمريكية كانت في الطريق ليهم، وباتصالاتهم بيقدروا يعرفوا ان القراصنة خدت القبطان فيليبس رهينة، وكانت مهمتهم ان هم ينقذوه قبل ما القراصنة ياخدوه ويرجعوا بيه للصومال. وعلى طول القائد بتاعهم بيأمرهم ان هم يطلعوا طيارة تروح تستكشف المكان. وبعدها موسى بيحاول يطمن فيليبس وبيعرفه ان هو ياخده مع الصومال للزعيم بتاعهم، وهتفضل موجود معانا هناك لحد ما تيجي الفدية بتاعتك. وفي الوقت ده طاقم السفينة بيكون ماشي ورا العوامة علشان يقدر يبلغ القيادة البحرية بمكانها أول بأول. وبعدها بتوصل الطيارة الاستكشافية وبتقدر ان هي ترصد مكانهم وبتعرف هم فين. وبعدها بيجي اتصال لقائد البحرية بيعرفوه ان هم كمان هيبعتوا له قوات خاصة من الضفادع البشرية علشان يساعدوه ان هم ينقذوا القبطان فيليبس من غير اي خسائر. وبعدها موسى بيكلم المركب الكبيرة اللي معاهم علشان تقابله ويرجعوا معاها، لكن بيتفاجئ لما بيعرف ان هي فيها مشكلة في المحرك ومش هتقدر تجيله. وكده بتكون مشكلة كبيرة لموسى لان سرعة عوامة النجاة اللي هم راكبينها بطيئة جدا، وكده محتاجين ايام علشان يوصلوا للصومال. وبعدها فيليبس بيطلب من موسى ان هو يفتح الشباك لان كان الجو حر، لكن موسى كان خايف يفتحه علشان كان عايز يأمن على المكان كويس. لكن بعدها ما بيقدروش ان هم يستحملوا الحر وما كانش قدامهم غير ان هم يكسروا الشباك. ولما فيليبس حاول ان هو يتكلم معاهم كانوا بيخافوا يسمعوا كلامه في اي حاجة علشان ما تكونش خدعة منه. واحد من اللي كانوا موجودين اتعصب عليه وكان عايز يقتله، لكن موسى بيفضل يزعق له وبيحاول ان هو يهديه لان فيليبس يعتبر طوق النجاة الوحيد اللي هيقدروا يحموا بيه نفسهم من الامريكان. وفجأة بتوصل القوات البحرية الامريكية وبتفضل تلف حواليهم والعوامة بتتهزم الامواج. ولما موسى فتح باب العوامة علشان يشوف في ايه، كان منظر السفينة الحربية مهول بالنسبة له. وطبعا فيليبس كان فرحان ان هم ما تخلوش عنه. وعلى طول القائد بيكلمهم وبيطلب منهم ان هم يسلموا القبطان فيليبس، وفي مقابل ده ان هم يسيبوهم يمشوا من غير ما يأذوهم. لكن طبعا موسى بيرفض لانه كان متأكد ان هو لو عمل كده هيقتلوهم بعدها. ومع اول ضوء للنهار القائد بيأمرهم يبعتوا قوارب انقاذ سريعة بحجة امدادهم للاكل والشرب. ولما بيوصلوا موسى بيفتح الباب وبيطلب منهم ينزلوا اسلحتهم، وبالتصوير قدروا يعرفوا اماكنهم فين جوه العوامة. ولما طلبوا ان هم يشوفوا القبطان فيليبس علشان يتأكدوا ان هو عايش، فيليبس بطريقته بيعرفهم هو قاعد على انهي كرسي، وده طبعا علشان لما يستخدموا القناصات يكونوا عارفين مكانه فين.
وبعدها موسى بيرفض ان هو ياخد الاكل منهم، وبيطلب منهم فدية 10 مليون دولار لا اما هيقتلوا القبطان فيليبس. وفي الوقت ده بيكون فاضل لهم بس 10 ساعات علشان يوصلوا للصومال، وكان لازم القوات الامريكية تشوف حل لانقاذ فيليبس قبل وصولهم. ورغم انهم كانوا جاهزين باسطول بحري كامل حواليهم، كانوا خايفين يهجموا علشان فيليبس ما يتأذاش، وفضلوا مستنيين الضفادع البشرية لحد ما وصلت ونطت بالمظلات واللي كانت في انتظارها بأي أوامر للهجوم. وفي الوقت ده القوات البحرية صبرها نفس، وبعتت طيارة هليكوبتر تطلب منهم الاستسلام لمرة أخيرة. لكن موسى بيطلع بفيليبس وهددهم ان هو يقتله لو ما مشوش، وفضل يضرب نار على الطيارة لحد ما مشيت. وبعدها موسى بيتضايق وبيضرب فيليبس بالمسدس على دماغه، وكلم القوات البحرية وقال لهم لو بعتوا أي حاجة تاني هنا هقتله. وفي الوقت ده القيادة الأمريكية بتحاول إن هي تكسب وقت، وبتعرفهم إن هي بتجهز الفدية اللي هم عايزينها. بس كانت الصدمة لموسى لما بيعرفوا إن القوات الأمريكية عارفة كل حاجة عنهم، حتى أساميهم بالكامل وأسامي أهاليهم. وبيعرفوهم إن هم كلموا شيخ القبيلة بتاعتهم وهو اللي ادالهم بياناتهم، وإننا بعتنا نجيبه لحد هنا علشان نقعد مع بعض كلنا وتاخدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها وتسلموا لنا القبطان فيليبس. والقائد بيعرفه إن من الأفضل اللي انت تيجي تحضر الاتفاق، وبيقول له إن في عاصفة قوية جاية في الطريق، وإننا هنربط العوامة في السفينة بتاعتنا، لأن لو ما عملناش كده ممكن العوامة اللي انتوا فيها تغرق. لكن اللي كانوا مع موسى كانوا متأكدين إن هم بيكذبوا، وعرفوه إن كل اللي بيحصل حواليهم ده كمين. لكن برضه موسى بيوافق إن هو يروح لهم علشان يحضر الاتفاق اللي مع قائد القبيلة بتاعهم. وبعدها ابتدوا إن هم يجهزوا القناصة، لكن طبعا الموضوع ما كانش سهل لأنهم كانوا عايزين يقتلوهم هم التلاتة في لحظة واحدة. ولما بعتوا قارب الإنقاذ علشان ياخدوا موسى، طلبوا إن هم يشوفوا القبطان فيليبس علشان يطمنوا عليه، وبطريقة ذكية ادوله ملابس يلبسها هتعمل إشعاع للقناصة علشان يعرفوا مكانه فين. وبعدها بياخدوا موسى وبيطلعوا بيه على السفينة الحربية. ولما موسى شاف المنظر ما كانش مصدق إن الأسطول ده كله جاي علشان ينقذ واحد بس. ولما سأل على شيخ القبيلة بتاعته عرفوه إن هو لسه جاي في الطريق، وطبعا ما كانش في حد جاي ولا هم كلموا حد أصلا. وبالنسبة للقناصة كده الموضوع بالنسبة لهم بقى أسهل، لأن العدد قل واحد، وبكده هيكون سهل عليهم إن هم يقتلوهم. وبعدها بيفتحوا الكشافات في وشهم، والقراصنة ما كانوش شايفين حاجة، وربطوا العوامة بالحبال وبدأوا في عملية السحب علشان تقرب منهم أكتر. ولما القراصنة قلقت من اللي بيحصل، القائد بيعرفهم إن هم رابطين العوامة لأن العاصفة قربت أكتر وبقت قريبة منكم. وبعدها بدأت القناصة إن هم يحددوا أماكنهم، وكان لازم إن هم يقتلوا التلاتة مع بعض في لحظة واحدة، لأنهم لو عملوا غير كده اللي هيتبقى منهم هيقتل فيليبس على طول. وبتقدر القناصة إن هم يقنصوا على 2 منهم، وكان فاضل لهم بس الأخير علشان يقتلوهم كلهم. لكن القراصنة كانت قلقانة من اللي بيحصل حواليهم، وفضلوا يضربوا في فيليبس وكانوا خلاص هيقتلوه. وبعدها بيربطوه بالحبال، وكل ده كان ظاهر عند القوات الأمريكية اللي هددوا القراصنة إن لو القبطان فيليبس حصل له أي ضرر هيقتلوهم كلهم من غير أي رحمة. وفي الوقت ده فيليبس دخل في حالة هستيرية وما كانش بيقول غير إن هو بيحب مراته وعياله. والقناصة كانوا مستنيين بس إن هم يشوفوا التالت منهم، وفي اللحظة اللي القرصان كان خلاص هيقتل فيها فيليبس، التالت بيظهر للقناصة وعلى طول بيأمرهم القائد بتصفيتهم، والقناصة بتضرب وبيموت التلاتة في نفس الثانية. وطبعا فيليبس كان مرعوب من الدم اللي جه عليه رغم إن هو ما كانش شايف أي حاجة. وبعدها القوات الأمريكية بتروح له وبتاخده وبتحاول تطمنه إن هو بخير. ووقعوا موسى على الأرض وربطوه وعرفوه إن التلاتة اللي معاه ماتوا، وإنه هيروح معاهم أمريكا ويتحاكم هناك. وبعدها بيغير الأسطول البحري اتجاهه علشان يرجع أمريكا تاني بعد ما قدر ينقذ القبطان فيليبس. وبعدها موسى بيتحكم عليه بالسجن 33 سنة، وبيرجع فيليبس للشغل تاني، وبيخلص الفيلم على كده. لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فأكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا أقوى ملخصات الأفلام. ولو عندك اقتراح لأي فيلم عايزنا نلخصه ياريت تكتبه في كومنت. يلا سلام.